وصلت وحدة عسكرية ألمانية إلى مدينة منبج في ريف حلب الشرقي لدعم قوات سوريا الديمقراطية في حملتها لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش من المدينة وريفها التي خاضتها نهاية أيار مايو الفائت. ونشرت وسائل إعلام غربية وعربية عن مهمة هذه القوات في التنسيق للعمليات العسكرية بين طائرات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية المكونة من مقاتلين أكراد وعرب ووحدات حماية الشعب، وإضافة لمهام القوات الألمانية لتفكيك الألغام التي زرعها مقاتلي التنظيم لتأخير تقدم قوات سوريا الديمقراطية. ويذكر أن فرنسا أرسلت عددا من قواتها العسكرية الخاصة الأسبوع الجاري لتقديم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية. وكشفت بعض المصادر أن فرنسا تجهز مهبطا للمروحيات في تلة مشتنور المطلة على مدينة كوباني، وأن قوات سوريا الديمقراطية بدأت تحرير ريف منبج قبل أيام وتجهز لاقتحام المدينة وتحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.